يا هلا والله بالشباب. فيلمنا النهاردة عن شاب فقير جدا عايش في الشارع، لكن فجأة حياته بتتشقلب 180 درجة لما بيلاقي مصباح قديم بيغير له قدره تماما، وبيخليه يواجه أقوى ساحر في المملكة علشان يفوز بقلب الأميرة اللي بيحبها. قصة مليانة سحر ومغامرة. يلا بينا نشوف إيه اللي حصل. فيلمنا بيبدأ وسط صحراء مع واحد شرير اسمه جعفر، ومعاه البغبغان بتاعه اللي اسمه عجوة. جعفر كان معاه قطعتين ذهب، لما قربهم من بعض اتحولوا لحشرة سحرية طارت لحد ما فتحت كهف اسمه كهف العجايب اللي على شكل راس أسد. الكهف اتكلم بشكل مرعب وقال لهم محدش هيدخل هنا غير واحد بس، قلبه نقي زي الماس الخام. جعفر بعت واحد من رجالته، لكن بمجرد ما لمس الكهف قفل عليه وموته. وعرف جعفر وقتها انه لازم يدور على الشخص بالمواصفات اللي قاله عليها الكهف. وبنروح لمملكة أغربة، وبنشوف بطلنا علاء الدين والقرد صديقه عبوه، وهم شغالين مطاردات مع الحراس علشان سرقوا رغيف عيش. علاء الدين بالرغم من انه حرامي لكن قلبه طيب جدا، وشفناه وهو بيدي الاكل للاطفال الغلابه اللي في الشارع. في الوقت ده الاميره ياسمين كانت هربانه من القصر علشان مش عايزه تتجوز غصب عنها، وبتقابل علاء الدين في السوق. ياسمين بتغلط وبتدي تفاحه لطفل من غير ما تدفع تمنها، فالبياع بيمسكها وبيبقى عايز يقطع لها ايديها، بس علاء الدين بيتدخل وبذكاء بيفهمه انها اخته مجنونه، وبيهربوا سوا على السطوح، وبتبدأ بينهم شرارة الإعجاب. الحراس بيمسكوا علاء الدين بأمر من جعفر، وجعفر بيتنكر في شكل راجل عجوز وبيدخل له السجن، وبيقنعه انه يساعده يدخل كهف العجايب علشان ياخد الكنوز. علاء الدين بيدخل الكهف وبيلاقي البساط السحري، وبيوصل للمصباح القديم، لكن عبوه بيطمع في جوهرة كبيرة والكهف بيبدأ ينهار عليهم. جعفر بيحاول يغدر بعلاء الدين وياخد المصباح ويوقعه في النار، لكن عبوه بيعضه وبياخد المصباح منه، وهم بيقعوا لجوه الكهف. علاء الدين بيمسح المصباح وهو مش فاهم حاجة، وفجأة بيطلع الجن في مشهد استعراضي مجنون. الجن بيعرفه انه هيحقق له 3 أماني، وعلاء الدين بذكائه بيخليه يخرجهم من الكهف من غير ما يضيع أول أمنية ليه. أول أمنية بيطلبها علاء الدين هي إنه يبقى أمير علشان يقدر يتقدم لياسمين حسب القوانين، وفعلا بيحوله أمير وبيسميه الأمير علي أبابوا. وبنشوف دخلة أسطورية لعلاء الدين في المملكة وهو راكب فيل ضخم اللي هو عبوه بعد ما اتحول، والناس كلها بتهتف باسم الأمير علي. علاء الدين بيحاول يلفت نظر ياسمين وبياخدها في رحلة بالبساط السحري، وهناك بيعترف لها إن هو نفس الشاب بتاع السوق، بس هو بيكذب وبيقول لها إنه أصلا أمير وبيتنكر. جعفر في الوقت ده بيكتشف اللعبة وبيسرق المصباح وبيطلب من الجن إنه يبقى هو السلطان، وبعدها بيبقى أقوى ساحر في العالم. وطبعا بيحول المملكة الخراب، وبيرمي علاء الدين في مكان كله تلج، لكن علاء الدين بيرجع بالبساط وبيواجه جعفر. وفي لحظة ذكاء علاء الدين بيقول لجعفر انت مهما بقيت قوي هتفضل نمرة 2 بعد الجني. فجعفر بيطمع وبيطلب يبقى جني، وبمجرد ما بيتحول بيتحبس في المصباح، وعلاء الدين بيمسك المصباح وبيرميه لبعيد. وفي الآخر علاء الدين بيوفي بوعده للجني وبيستخدم آخر أمنية علشان يحرره، علشان يكون حر طليق. السلطان بيشوف شجاعة علاء الدين وبيقرر يغير القوانين، وبيجوزوا ياسمين والكل بيعيش في تبات ونبات. دي كانت قصة علاء الدين. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وقولوا لنا في الكومنتات عاوزين ملخص لفيلم ايه. سلام.